موجود وفنيين آخرين. على الجانب الآخر وصل نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وستيف ويتكوف مبعوث الشرق الأوسط، وكوشنر صهر الرئيس الأمريكي. يعني ناس تقيلة جدا هي اللي حاضرة المفاوضات. معنى ان نائب رئيس الجمهورية هو اللي يكون حاضر فده تقريبا اعلى تمثيل. طيب اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان الاجتماع استمر اكتر من 21 ساعة على 3 مراحل، وفي نقاط خلاف كتير جدا ما بينهم هنحاول نشرحهم مع حضراتكم. اولا، الولايات المتحدة بتشرط على ايران ان هي تاخد اليورانيوم المخصب. ثانيا، ايران تتعهد بعدم امتلاك سلاح نووي تماما. ثالثا، ودي طبعا نقطة الخلاف الكبيرة، مضيق هرمز. بص يا صديقي، لو ما تعرفش، ايران يعتبر عملت كارتة عند مضيق هرمز. شفت حضرتك اللي احنا عاملينه في قناة السويس؟ قناة السويس دي في ارضنا، لكن مضيق هرمز مش في الاراضي الايرانية. وهنا ايران عايزة تعمل كارتة عند مضيق هرمز، كل السفن اللي تعدي ايران تاخد منها يعتبر كارتة. فطلع وزير الخارجية الإيراني وقال اللي واشنطن ما عرفتش تاخده بالحرب عايزة تاخده بالمفاوضات، ورفضوا الشروط الأمريكية. وهنا طبعا نقدر نقول إن الولايات المتحدة كانت بتاخد هدنة لأسباب تتعلق بالتسليح. يعني إيه؟ يعني الذخيرة بتاع الولايات المتحدة في الشرق الأوسط تقريبا قلت، فهي بتحاول تعوضها. دلوقتي الولايات المتحدة الأمريكية سلحت المنطقة بشكل مرعب، وأعادت تسليح المدمرات والطائرات وكل حاجة ليها في الشرق الأوسط. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حصار إيران بحريا. يعني إيه؟ يعني مفيش حاجة هتدخل إيران ولا هتخرج من إيران إلا بموافقة الولايات المتحدة الأمريكية. طيب بالنسبة للسفن اللي بتعدي من مضيق هرمز، إيران كانت بتعدي اللي هي عايزة تعديه، بتعدي السفن الروسية، بتعدي السفن الباكستانية، بتعدي السفن الصينية. فترامب عمل ايه؟ ترامب دلوقتي عمل حصار وقال يا الكل يعدي يا محدش هيعدي. وهنا طبعا العالم هيدخل على أزمة كبيرة جدا. ويا جماعة عشان حضراتكم تكونوا واخدين بالكم،